ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني بقى مع فيديو جميل. بصوا بقى عامله معاكم لاول مره الشكل الجميل دي طبعا بونبونيره. بصوا جميله جدا. عملت الورده اللي هي الادوار طبعا هعملها معاكم في فيديو لوحده. ده عايز فيديو يعني ايه مرتين ولا حاجه اوريكم. عاملاها الورده 3 ادوار جميله كده. انا كنت بعمل معاكم الاول الدور الاول، لا عاملاها بصوا ورده، وعامله لكم فرع الشجر برضو بالطريقه الجميله دي بقى. بصوا علبه جميله جدا، بصوا على قاعدات خشبيه. بصوا جميله جميله جميله. طبعا بخيط ايه السلسله، الخيط بتاع السلسلة. بصوا بيدوا شكل رائع. ايه رأيكم فيها؟ تحطيها بونبونيرة، تحطي فيها بتاع ده، تمليها شوكولاتات، هدايا. تقدميها هدية كده فيها حاجات جواها جميلة، تحطيها على الترابيزة كده، منظرها ديكوري رائع اهو بالمنظر ده. اهي شكلها بصوا جميلة جميلة جميلة. وخيط السلسلة عندك خيط واحد اعمليه، عندك خيطين برضو ايه الوانات تبع ما انت عايزه اهو المنظر ده. وحط لها فيونكات ستان، جايبه انواع من الستان كده، عاملاها فيونكه شكلها جميل جدا. طبعا انا الجيوب الانفيه عندي تعبانه شويه يا ولاد، فايه تلاقوا صوتي ايه. ادي القاعدة الخشبية اللي احنا هنعمل عليها الشغل بتاعنا. انا بجيب 2 من دول اهم بالمنظر دول كده، بجيب منهم 2 عشان انا بعمل غطا. عايزة من غير غطا بتجيبي واحدة، بس انا بعمل لها غطا. هوريكم بنعملها ازاي. ادي الخيط اهو، ده الخيط الستاني الحرير. بصوا خيط السلسلة الحرير ده، بصوا جميل ازاي. بصوا بيبقى في الشغل رائع رائع رائع. طبعا هنا بقى نبدأ بقى مع بعضينا على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي خرومة اهي، عايزة أداري الخروم دي الأول بدل ما تشتغلي وبعدين تداريها، لا أداريها الأول. بصوا بعملها ازاي بقى. بدخل الإبرة كده اهو، بجيب الخيط بتاعي كده اهو، بمسك الخيط من تحت كده اهو، ابدا ادخل تاني في اللي جنبها، اعمل غرز منزلقه. بصوا كده اهي. بصوا طبعا احنا خدنا الغرز المنزلقه اهي. بتاخدي الابره بسن الابره، بتاخديها من الغرزه اللي قبليها على طول كده اهو. يا رب تكون الكاميرا مبينه لكم الغرزه ازاي اهي. اهي على قد ما بقدر ببين لكم الغرزة. بصوا دي اسمها الغرزة المنزلقة. ليه بعمل ايه؟ بداري الاول كل، لان دي بتبقى واسعة. قبل ما بعمل الغرزة بعمل السطر اللي هو غرز منزلقة كده. في ناس بتبدأ لك الغرزة الاول براحتك برضو، يعني انا بس انا عشان ايه ما يبقاش ايه عامله معايا. بصوا بتني واخده الخيط اللي تحت ده تحت الشغل عادي اهو، بالدريق تحت الشغل عادي اهو. بص عايزه الكاميرا بس اهي. اهي بصوا اهي. بصوا بناخد بسن الابره بنطلعها على طول من الغرزه اللي قبليها اهي. بصوا ما فيهاش اي مشكله اهي. طبعا خلاص بقى بقص دي علشان ايه ما تعمل لناش زيطة كده وهي ماشية معانا. خلاص خدنا منها حتة اهو. اهو بصوا بقت بقى سهلة معاكم ازاي اهو. بصوا اهي. بصوا الغرزة المنزلقة بتبقى جميلة جدا، بايه بتملى لنا الفراغات كده اهي. هوريها لك في اللي انا عاملاها هنا. بصي اهي. بصي بدأتها الأول وبعد كده عملت الغرزة بتاعتي عادي خالص اهي. بتدي منظر أشيك وأشيك كمان، بدل ما بتسيبيها ايه فاضية كده بتبقى شكلها مش حلو اهو. اهي تاخدي دي مع دي تجيبيها كده اهي.
اعملي ايدك كده عشان تبقى سهلة عليكي الشغل بتاعك اهو، على جنب كده. بصي بصي ما بتحيرناش خلاص كده. بمشي داير ما يدور اهو. عايزة تعملي باللون ده بس اعملي، عايزة تدخلي زي ما انا عملت البني فيه براحتك. طبعا طبعا كل واحد ذوقه، عايزة اعمله لون احمر في اسود، عايزة اعمله بينك في اوف وايت. بصي ده حاجة ايه تبع ايه ما انت عايزة، بس انا حابة الحمصي في البني، جميل مدي منظر كده اشيك. والوردة عملتها بالبني. خلي بالنا الوردة اللي انا عملتها دي يا ولاد بالصوف، الوردة دي انا عاملاها بالصوف مش بالسلسلة، عاملاها بالصوف اهي، شايفين؟ عايزة تعليقاتكم الحلوة ليا كده اللي بتشجعني ان انا اعمل لكم كل جديد اهو. طبعا احنا مش هنعملها على فيديو واحد دي، لان ايه انا بس ايه بعمل لكم الخطوة الاساسية الاولى اللي انا بملى لكم الفراغات الاول اللي احنا هنعملها، وبعد كده هنبدأ معانا الايه الغرزة الاساسية اهو. بصوا اهو اهي. طبعا قربنا خلاص اهي اهي اهي. بصوا بقى في كذا قفلة، في كذا قفلة بتقفلي بيها، في بترفعيها كده وتجيبي الشغل بتاعك كده. بصوا انا بحب ان انا اقفلها كده على طول اهو. بصوا اهي انا بعملها كده الصراحة. في بقى انت بتعملي كل واحد براحته في القفلة بتاعتنا بتاعت الشغل بتاعنا. بصوا الجمال، ايه رأيكم؟ بصوا الغرزة المنزلقة داريت الايه الفتحات من تحت كده عشان الشغل انا هبدأه في الفتحة اللي فوق دي، فعشان ايه يديني منظر في الاول. عايزة تبدأي الغرزة ابدأي، انما كل واحد برضو زي ما هو عايز، بس انا بعملها الاول كده عشان تبقى سهلة عليا في المنظر بتاعها. وايه رأيكم؟ عايزة تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله في فيديو الجاي بإذن الله هنبدأ مع بعض الغرزة بتاعت أهو الإيه أهو. بصوا بتاعت العلبة الجميلة أو البونبونيرة الجميلة بالمنظر الشيك دوت أهو. بصوا شكلها جميل جدا، وعايزة تعليقاتكم الحلوة. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.